خليني أبدأ مع حضرتك النهاردة بلقاء إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية. ولمن لا يعلم، دوري الأمم الأوروبية هي بطولة يشارك فيها المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة من قبل الويفا تشامبيونز ليج أو الفيفا ذات نفسها. يعني هي بطولة معتمدة من الفيفا بيشارك فيها الفرق أو منتخبات الأعضاء في الأمم المتحدة. ده رقم واحد. النهارده عزيزي المشاهد في لقاء ما بين ايطاليا وما بين فرنسا في المجموعه الثانيه من دوري الامم الاوروبي، اللي في المجموعه الثانيه ايطاليا متصدره هذه المجموعه برصيد 13 نقطه، بينما فرنسا تاتي الوصيف برصيد 9 نقاط. خلينا كده ندردش وشويه كلام كده في الكوره. يعني احنا بتاع كوره، فاحنا بنتكلم في الكوره، مالناش دعوه اركن الارقام والحاجات دي كلها على جنب. تعال نتكلم في الكوره. اخر من حصد هذه البطوله هي اسبانيا، والبطوله دي اساسا كانت بدايه انطلاقتها كانت في 2018 لو حضرتك تفتكر. 2018 هي بدايه دوري الامم الاوروبي اللي اخر من توج به هي اسبانيا. ايطاليا اللي لعبت 5 لقاءات ليها 12 هدف وعليها 5 اهداف، يعني استقبلت 5 اهداف وسجلت 12 هدف. فرنسا سجلت 9 واستقبلت 5،